أول قصة السيدة كانت بتحكي وتقول إنها وهي قاعدة في أوضتها بتقرأ في كتاب سمعت صوت حد بيخبط على الباب الساعة 11 بالليل، ولما راحت تفتح الباب لقت طفلين صغيرين واقفين على باب البيت. قالت لهم انتوا عايزين ايه؟ قالوا لها ممكن تسمحي لنا ندخل عندك؟ فالست سألتهم باستغراب وانا ادخلكم البيت عندي ليه؟ انا لا اعرفكم ولا انتم تعرفوني. قالوا لها عايزين ندخل الحمام. فالست استغربت ازاي اطفال يخبطوا على بيت حد غريب الساعة 11 بالليل عشان يدخلوا حمام. فقفلت في وشهم الباب بسرعة وبصت عليهم من ازاز الشباك من جوه البيت، لقت عيونهم سودة زي الفحم وبيبصوا لها بنظرات كلها شر وغضب، وراحت طلبت الشرطة. ولما جت تبص عليهم تاني من الشباك لقيتهم اختفوا. واحدة تاني من القصص اللي حصلت سنة 2009 بيحكيها جندي من جنود البحرية الأمريكية في قاعدة كامب ليجون في كارولاينا الشمالية. بيقول أنا كنت قاعد أنا وزملائي البحارة قاعدين في بيتي سهرانين وبنضحك وبنهزر، ولقيت نفسي عايز أدخل الحمام. ولما دخلت الحمام وطلعت سمعت الباب بيخبط، ولما رحت أفتح الباب لقيت 3 أطفال بعيون سودة منظرهم مرعب. وبيقول الجندي إنه أول ما بص في عينيهم بقى واقف متسمر في مكانه ومش عارف يتحرك. وبيقول أنا شعرت بإحساس فظيع من نظرات عينيهم السودة وهم بيبصولي، وشعرت بالعجز الكامل في كل جسمي وما قدرتش أبعد عيني عن عينيهم، كأن في شيء غريب بيجبرني إن أبص ليهم. وبيقول الجندي فجأة لقيت نفسي عرفت ألتفت ورايا يمكن ألاقي حد من زملائي قريب مني ينجدني، لكن شفتهم بيقربوا مني وكأنهم مجموعة من الأسود اللي مستنية تهجم على الفريسة بتاعتها. لكن في لحظة عقلي رجع لي ولقيتني بقفل الباب في وشهم مرة واحدة، ورجعت أجري على زمايلي وحكيت لهم على كل اللي حصل، وجريوا كلهم خرجوا من البيت يدوروا على الأطفال مش لاقيين ليهم أي أثر، ومش عارف إيه اللي حصل للأطفال دول بعد كده. تعالوا نشوف القصة الثالثة. القصة الثالثة كانت لراجل ساكن بالقرب من مدينة شيكاغو. كان الراجل ده عايش لحاله، يعني عايش لوحده، بيحب يقعد قدام باب بيته يمسك كتاب يقراه، ولما بيخلص قرايه بيلم الأغراض بتاعته ويدخل بيته تاني. في مرة من المرات لما خلص قرايه ودخل البيت وهو في الصالة سمع حد بيخبط على الباب، فراح يفتح لقى طفلين لابسين اللي هو الايس كاب. والحاجة الغريبة بقى اللي لاحظها صاحب البيت ان الأطفال هدومهم نظيفة جدا ومش مكرمشة ولا مبهدلة، مع ان الراجل ده عايش في منطقة ريفية وحواليه أشجار وعشب وطريق مكسر وكله تراب. فازاي الطفلين دول جايين له نضاف كده من غير هدومهم ما تتوسخ؟ حتى الجزم اللي لابسينها ما عليهاش ذرة تراب. وكمان الراجل ده البيت بتاعه اللي هو فيه متحوط بسور، فعشان الأطفال دول يقولوا لازم ينطوا من فوق السور، لكن ملابسهم النظيفة والمفرودة اللي هي كأنها لسه مكوية بتبين إنهم ما نطوش فوق أي أسوار نهائي. فهنا صاحب البيت سألهم انتوا مين وعايزين إيه؟ قالوا له ممكن تدخلنا عندك، إحنا خايفين، إحنا تايهين من بيوتنا. وبيتكلموا بطريقة كأنهم مش بشر عاديين أو مش أطفال عادية، يعني مثلا لو طفل عادي أو أطفال عادية هيقولوا له إحنا خايفين، إحنا مرعوبين، إحنا تايهين من بيوتنا، دخلنا عندك. لا، هم كانوا بيتكلموا بكل برود كأنهم روبوتات أو إنسان آلي، يعني كانوا بيكلموا الراجل بالشكل ده. ممكن حضرتك تدخلنا البيت عندك، إحنا ضايعين، ممكن تساعدنا. بيتكلموا كأنهم إنسان آلي مش بشر عاديين. فهنا الراجل خاف من طريقة كلامهم وشك فيهم. فالمهم الراجل ده ما كانش بيثق في حد وما كانش بيحب يدخل في بيته أي حد غريب حتى لو أطفال. ففضل الراجل ده يسألهم طب انتوا ساكنين في أنهي منطقة؟ طب أساميكوا الثلاثية إيه؟ أبوكم وأمكم اسمهم إيه؟ فكان كل ما يسألهم الأطفال يردوا عليه بصوت أعلى، نبرة صوتهم تبقى أعلى وأخشن وأقوى، وكانوا دايما بيلحوا عليه إنه يدخلهم بيته، هم عايزين يدخلوا بيته بأي شكل. فلما ما لقاش في فايدة من الكلام معاهم قال لهم خلاص خليكم انتوا واقفين هنا وأنا هدخل جوه أتصل بالشرطة وهي تيجي تساعدكم. هنا الأطفال اتضايقوا جدا من رد صاحب البيت ورفعوا الزعبوط أو الآيس كاب اللي كان مداري على عينيهم، والراجل اتخض من منظر عينيهم اللي كلها سواد وهم بيبصوا له بنظرات كلها شر وغضب، وفجأة راح قافل في وشهم الباب. ومن بعد كده بقى يحكي القصة دي لأولاده ولأحفاده ويحكيها لجيرانه، وهو فاكر إن الموضوع ده حصل معاه هو لوحده بس، ما يعرفش إن في ناس تانية مروا بنفس الموقف اللي هو مر بيه. ومن الإشاعات اللي اتقالت عن الأطفال أصحاب العيون السوداء إنك لو قعدت تتكلم عنهم كتير ممكن يطلعوا لك، ربنا يستر. ومن الناس اللي حصلت لهم مواقف مرعبة مع الأطفال أصحاب العيون السوداء صحفي اسمه بريان بيت، والقصة دي حصلت معاه سنة 1996.
في ولاية تكساس الأمريكية، لما كان بريان رايح لمتجر أو مول من المولات عشان يشتري أغراض لبيته، وهو خارج من المول كان راكن عربيته في الجراج أو الساحة اللي جنب المول، وأول ما ركب العربية ولسه بيدورها بالمفتاح سمع صوت حد بيخبط على إزاز عربيته، فبيبص لقى طفلين بيوصفهم بيقول إن لون بشرتهم شاحب، واحد منهم شعره لونه أسود والتاني لون شعره أحمر مجعد، وطلبوا منه الطفلين إنه يوصلهم للبيت عشان هم كانوا في طريقهم للسينما ونسيوا ياخدوا الفلوس من والدتهم. المهم الطفلين كل الوقت ده كانوا بيكلموه وهم مداريين عيونهم، مداريينها بالزعبوط او الايس كاب اللي لابسينه فوق دماغهم، والصحفي بريان كان حاسس ناحيتهم بشعور غريب، ما كانش مرتاح لهم لكنه وافق لهم انه يوصلهم لبيتهم. فبيقول انه اول ما فتح لهم باب العربية عشان يركبوا لاحظ ان عيونهم سودة زي الفحم ما فيهاش اي بياض. بيقول انا حسيت كأن عيونهم عيون مصاص دماء او عيون كائن فضائي، فاول ما انتبه لشكل عينيهم ده قفل الباب بسرعة واعتذر لهم وقال لهم اسف جدا جدا مش هقدر اخدكم معايا، وجري بسرعة بعربيته وهو بيبص وراه في المراية عليهم لقاهم اختفوا في لمح البصر كأنهم اتبخروا. ومن القصص اللي اتقالت عن الاطفال اصحاب العيون السوداء ان الناس اللي سمحت لهم بالدخول لبيتهم او لعربياتهم كان مصير الناس دول الموت او الاختفاء، والسبب في كده ان معظم الحكايات اللي بنسمعها من اشخاص حصلت ليهم مواقف مع الاطفال اصحاب العيون السوداء هم اشخاص رفضوا انهم ينفذوا طلباتهم، لكن مفيش اي قصة لشخص وافق انه ينفذ طلبات الاطفال دول، وده دليل على ان الاشخاص اللي وافقوا لهم على تنفيذ طلباتهم يا اما اختفوا يا اما ماتوا. لكن في ناس نجوا باعجوبة من تحت ايديهم، ومن الناس دول سيدة بتحكي انها كانت واقفة بعربيتها في محطة البنزين ومعاها ابنها الصغير قاعد على الكنبة ورا، ونزلت من عربيتها عشان تفول العربية لقت في طفلين قاعدين وعيونهم سودة جنب ابنها على الكنبة الورانية. اتاري ابنها الصغير هو اللي فتح لهم باب العربية عشان يدخلوا يلعبوا معاه، ولما شافت الام منظرهم المرعب نزلت ابنها بسرعة من العربية وندهت على العاملين في المحطة عشان يخرجوا الطفلين من عربيتها، لكنها اتفاجئت ان الطفلين اختفوا جوه العربية مع انها كانت واقفة جنب العربية هي وابنها وما شافتهمش وهم بيخرجوا من باب العربية نهائي. وبتقول الام ان بعد الحادثة دي ابنها اتصاب بمرض غامض او بمرض غريب والاطباء مش لاقيين ليه اي تفسير او علاج، لكن ابنها خف من المرض ده باعجوبة بعد ما فضلت تصلي كتير لربنا انه يشفي ابنها. وقصة تانية عن راجل عجوز بيحكي انه وافق للاطفال دول انهم يدخلوا بيته بحجة انهم كانوا عايزين يعملوا مكالمة تليفون. القصة دي كانت ساعتها يعني المحمول ما ابتداش ينتشر، كان لسه التليفونات المنزلية، يعني القصة اللي انا بحكيها دي تقريبا في فترة التسعينات. المهم الراجل ده بعد ما دخلهم بيته عشان يعملوا مكالمة التليفون اتفاجأ بعيونهم السوداء وقالوا له في وشه احنا عايزينك انت مش عايزين التليفون. فهنا الراجل خاف جدا وجري منهم ونط من الشباك بتاع البيت وراح نادى على جاره وجاب جاره ورجع على بيته عشان يشوف الاطفال دول، لقى الاطفال دول اختفوا من البيت نهائي مش موجودين. وبعد الحادثة دي حصل له برضو انه اتصاب بمرض غريب والاطباء مش لاقيين له اي تفسير او علاج، وفضل يدعي ربنا ويصلي انه يخف من المرض ده، وفعلا خف منه وتحول لرجل دين وكرس حياته كلها للعبادة والصلاة. التفسيرات اللي اتقالت عن الاطفال اصحاب العيون السوداء دول 5 تفسيرات. ناس بتعتقد انهم ممكن يكونوا مصاصين دماء، وناس بتعتقد انهم ممكن يكونوا كائنات فضائية متنكرة في شكل بشر، وناس بتعتقد انهم ارواح اطفال تائهة، وفي ناس بتعتقد انهم شياطين صغيرة، وفي ناس بتقول ان دي مجرد خدعة وكذبة على الانترنت، وان النت مليان بالاخبار الكذبة والخدع. الله اعلم الحقيقة فين، بس سؤالي ليكم لو انتوا قابلتوا الاطفال دول على الحقيقة في يوم من الايام هتتصرفوا معاهم ازاي؟ ما تنسوش تكتبوا لي الاجابة في التعليقات تحت، واشوفكم على خير في الفيديوهات الجاية، واقول لكم مع السلامة.